ما أروع ذلك. اللغة العربية تجري على لسان بائع الملفوف سهلة كأنها من طبيعته. وما أروع لغتنا، كل وله صيغته. لفافة، لفاف، ملفوف، لفيف. أريد لفافة رقبتي. ومتى جئت بها؟ من يومين، هي وثلاثة أقمصة. يبدو أن لفافة رقبتك صارت لفافة رأسي. انزعها. تريدها حقا؟ بإصرار. ولكن كلامك لا يبين إصرارك. انزعها حتى تؤكد فعل النزع. من فوري. أردت من أبي عبلة السمين أن يؤكد كلامه بلسانه، لكنه أكده بيديه. أخذ بخناقي حتى كادت روحي تزهق. كنت تعطيه لفافته وينتهي الأمر. ولا يؤكد كلامه. كيف لي أن أميز بين طلب عادي وطلب مؤكد؟ لو قال لي لتنزعن لفافة رأسي بنون التوكيد الثقيلة لعرفت أنه سيستعمل يديه، ولسارعت إلى إعطائه لفافة رقبته. السيد تاريخ، أسن، معمر. عفوا، نسيت أننا في مكتب التوكيد بنون التوكيد. أنت تعمرن. ماذا فعلت؟ أكدت تعمير المعمر. السيد تاريخ، ألا تعرفونه؟ يا مسؤول التوكيد، أكدت بالنون الثقيلة الفعل المضارع وبنيته على الفتح. تعمرن. أنت تعمرن. بشناعة ذنب السليقي الجديد المعروف باسم تلميذ القواعد، تعقد محكمة نقض القواعد جلستها في مسرح الغلط عين. ما نسمي الأسن يا تلميذ؟ نسميه المعمرة. المعمر. أقر بذنبه. ذنبي؟ القضية الثانية، أكد الفعل المضارع، فعل التعميم. تعمي. أكد. تعمي. أنت يا تاريخ تعمر. تعمر مبني على الفتح، نون التوكيد الثقيلة. وهذا إقرار ثان بالذنب. يا تلميذ، يا تلميذ، حكمنا عليك نحن قانون قواعد اللغة العربية الدفاع يا قاضي. أنا أدفع عنه التهمتين يا قاضي القواعد.
يا خليل، لسانه فضحنا. وحق الدفاع والرأي. محفوظة، هلم يا خليل ودافع عنه. القضية الأولى: أخطأ في وصف السيد تاريخ بالمعمم، وهو من قبيل الخطأ الذي فشى على الألسن، والدليل على فشوه وانتشاره أنه مدروج في سجلات قل ولا تقل. قل هو معمر بفتح الميم المشددة لمن أطال الله عمره، ولا تقل معمر بكسرها، يقال عمر الله فلانا أطال عمره فهو معمر، ويقال أيضا عمر الله بك منزلك، أي جعله معمرا بك. معمرة، أنت تعمرن. يا هذا اسكتن ولا تتكلمن حتى يؤذن لك، وثقن بالخليل. أنا أثقن بالخليل. إما تتكلمن مرة أخرى لا تطردن من مدينة القواعد. تفضل يا أخي. القضية الثانية: أما توكيده المضارع تعمر، فأطلب أن تمثل آنسة أفعال بين أيديكم للشهادة. تستدعى آنسة أفعال. كنت مرافقة اسم العلم تلميذ القواعد هذا يا آنسة أفعال في مكتب توكيد الفعل بنون التوكيد. نعم، رافقت اسم العلم هذا في مكتب توكيد الفعل بنون التوكيد. وإلى أي باب وصلتما؟ باب بناء المضارع المؤكد بنون التوكيد. فتح لكما الباب ثم بنيتما الفعل المضارع. نعم، بمساعدة آنسة بناء. إذن لي يا قاضي القواعد باستجواب المتهم في بناء المضارع المؤكد بنون التوكيد. يا قاضي، الخليل يخرج عن القضية التي نحن بصددها. القضية ليست في بناء الفعل المضارع بل في شروط بنائه. إنني أدرج القضية تدريجا يا قاضي. اعتراض السيد فعل مرفوض. تفضل يا أخي. يا تلميذ القواعد، إذا أكدت المضارع للمفرد المذكر فكيف تبنيه؟ أبنيه على الفتح. فابن الفعل لتكتب. تكتب. لتكتب وليس تكتب. للمفرد المذكر لتكتبن. لتكتبن مبني على الفتح. فخاطب بالفعل عينه المفردة المؤنثة. لتكتبن. بن. لتكتبن. فاطلب منا كلنا أن نكتب. اكتبوا. لتكتبوا. لتكتبن. لتكتبن. أجوبة تلميذ القواعد الصائبة دليل على نجاحه في الأبواب التي طرقها. السؤال الآن: لما أكد المضارع الممتنع من التوكيد؟ لما يا تلميذ؟ الممتنع من التوكيد المضارع الممتنع. ولماذا يمتنع؟
لا يعرف، لأنه لم يطرق باب المضارع الذي يمتنع من التوكيد. أليس كذلك يا آنسة أفعال؟ بلى، لما نطرق باب المضارع الذي يمتنع من التوكيد. هذا دفاعي يا قاضي. تفضلي يا آنسة أفعال. يا تلميذ القواعد، أبرئك من تهمتي التلفظ المغلوط وإساءة استعمال القواعد. رفعت الجلسة. يا معلم، يا معلم، يا معلم، برأتني ولما تفسر لي. أجيبك عن القضية الأولى. وصفت السيد تاريخ بالمعمر، وكان ينبغي لك أن تصفه بالمعمر. نعم، المعمر. أما القضية الثانية فقد أكدت المضارع بنون التوكيد خارج شروط توكيده. المعمر شرط توكيد المضارع. المعمر شرط توكيد المضارع. توكيد. استعمل نون التوكيد على حسب حاجتك. الثقيلة أو الخفيفة. ثقيلة وخفيفة. سلم له بطاقة استثمار القواعد تحصل على النونين الثقيلة والخفيفة لتراهما من كثب. ن ن ن. ما هذا التخليط؟ أي تخليط؟ تخليط النونات يا سيد مسؤول توكيد الفعل. ن نون التوكيد الثقيلة مفتوحة وهي حرف. قلت الصواب. أها. ونون النسوة الضمير الفاعل. أها، الفاعل. نون النسوة الضمير الفاعل المبني على الفتح. نون النسوة الضمير الفاعل المبني على الفتح. الفتح. وشهد شاهد من أهلها. الفتح. وما الأمر في الفتح؟ نون التوكيد الثقيلة وهي حرف ستختلط بنون النسوة. وهي حرف ستختلط بنون النسوة وهي ضمير. يا متكلم، يا سليقي الكلام الجديد، نون التوكيد الثقيلة ن مشددة، ونون النسوة واحدة. ونون التوكيد الخفيفة واحدة. واحدة ولكنها ساكنة. هل تقتنعن؟ هل تقتنعن؟ والمضارع مع نون التوكيد مبني على الفتح
والكسر والضم، ومع نون النسوة مبني على السكون. ما تفعل؟ أتمرن على الفرق بين نون التوكيد ونون النسوة. يسأل، يسأل، نون النسوة. يسألن، يسألن، يسأل، يسأل، نون التوكيد. يسألن، يسألن، يملأ. كلا كلا، أنا من تسأل وأنت من يتمرن. يراجع، نون النسوة. يراجعن، يراجعن. يربح، نون التوكيد. يربحن، يربحن. أعطيك الفعل المضارع يقتسم، اجعله مؤكدا بالخفيفة. ومن أخاطب به؟ المفرد، المفردة، الجمع. هل تقتسمين، هل تقتسمن لقمة الحياة معي؟ ثقيلة. هل تقتسمين، هل تقتسمين لقمة الحياة معي؟ خفيفة. هل تقتسمن، هل تقتسمن لقمة الحياة معي؟ نون النسوة. النظام والترتيب مميز مدينة القواعد الأول. أيها الأفعال، أيها الأفعال، سنقبل منكم من أكمل شروط توكيده بنوني التوكيد. الثقيلة والخفيفة. أما الذي لم يكمل شروط توكيده فسنعرض عليه أن يستكمل هكذا، فإن لم يفعل عددناه ممتنعا. كل فعل مضارع في كل زمان ومكان إذا استكمل الشروط فسيؤكد بالنونين الثقيلة أو الخفيفة. يرسمون. خروج. لا يفعل. خروج. إما يجتهد. دخول. هل يذهب؟ دخول. كيفما تكن. خروج. لنخرج الآن. دخول. لننجح. دخول. لا تنادم. دخول.
تلميذ القواعد. خروج. أنا لا أؤكد بالنون، أنا اسم علم أراقب ما تفعلون. قاعدة: تلحق نونا التوكيد الفعل المضارع المستقبل الدال على الطلب، مثل هل تذهبن، ولا تندمن، ولتنجزن. ويؤكد كل فعل مضارع وقع شرطا بعد إن المؤكدة بما، إما تجتهدن تنجح. ويؤكد الفعل المضارع إذا وقع جواب قسم مثبتا مستقبلا، مثل والله لتفعلن ذلك غدا. مسابقة التوكيد العام. أتنجح؟ الفعل تنجح في جملة الاستفهام أتنجح، أكده بإحدى النونين. أولا، الفعل اكتسب شروط التوكيد بنوني التوكيد. ما الشروط؟ أن يكون بعد طلب، أن يكون بعد إما الشرطية، أن يكون جوابا لقسم مثبت مستقبل. أتنجح بعد طلب، يسأله أي يطلب منه جوابا. يؤكد إذن؟ لا يؤكد. الجواب صحيح. صحيح. حتى تحرز نقطة فوز، قل لي يا عضو فريق المعنى، لماذا لا يؤكد؟ لأن الشرط المضارع المؤكد بنوني التوكيد أن يكون دالا على طلب. والاستفهام أليس طلبا؟ ليس كل فعل مضارع دال على طلب يؤكد بالنونين، بل يجب أن يكون دالا على المستقبل أيضا. الطلب والمستقبل كلاهما إن ذهب واحد امتنع التوكيد. ومن ذهب؟ ذهب المستقبل، لأن همزة الاستفهام مع الفعل المضارع تشير إلى الحاضر. وهل للمستقبل نقطة سبق يحرزها فريق المعنى. والآن إلى لغز السؤال الثاني. إن هند المليحة الحسناء وهي من أضمرت لخل وفاء. أن يا عضو فريق الجمهور، دعنا نبين لغز السؤال ثم أجب. السؤال: كيف رفع اسم إن وصفته الأولى، وكيف نصبت صفته الثانية؟ إن حرف مشبه بالفعل يؤكد ويحتاج إلى اسم وخبر، واسمه منصوب. السؤال عينه غلط. إن هندا منصوب لأنه اسم إن. المليحة نعت منصوب لأن النعت يتبع المنعوت. من خصائص اللغز أن يجعلك تنظر بعينين نافذتين. إن وحياتك لتكشفن عن الخطأ عاجلا وليس آجلا. إن فعل أمر. إن فعل أمر. إن فعل أمر
إن حرف التوكيد فعل أمر. إي أخاك صادقا، إذ أخاك بياء المؤنث المخاطبة إي يعني عدي. إن أكدت بالنون الثقيلة. إن هدفت الياء لالتقاء الساكنين، مثل تكتبين تصير تكتبن. هند منادى مبني على الضم بمعنى عدي يا هند. المليحة نعت لهند مرفوع على الموضع. الحسناء نعت لهند منصوب على المحل. إن هند المليحة الحسناء وهي من أضمرت لخل وفاء. عدي وعده. الجواب صحيح. إن تقرعين تقرعين. ما تفعل لتقرعن؟ أكتب شعرا. ومن المخاطبة؟ المخاطبة ثانية. هل أدخلن؟ ألا تسمحن؟ لئن تركتني ليشمتن الشامتون. احذرن يا سنية، لتقرعن علي السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي. إن لم تنفع نونات التوكيد فجربن طريقة أبي عبلة السمين. قل أكد رأيه ولا تقل أكد على رأيه، لأن أكد يؤكد يتعدى بنفسه. يقال أكد الشيء ووكده تأكيدا وتوكيدا. قم يا فهمي أكد جملة لا ترمي بالنونين. هذه نون هذه نون، نون ثقلت نون خفت في الميزان. نون ونون صار لدي نونان، لا ترمي بالنون الثقيلة. للمفرد لا ترمين، للمفرد لا ترمن، للجمع لا ترمن بالنون الخفيفة. للمفرد لا ترمين، للمفرد لا ترمن، للجمع لا ترمن. من يجعل يسعى بشروط التوكيد مؤكد. أحمد أحمد. شرط الطلب شرط الشرط شرط القسم، ليسعى الساعي فوق القمم. الدرس 33 الحصة 9 العطف. واو العطف. شركة الأسماء، ربما أخطأنا القصد يا آنسة أسماء. شركة خاصة أم عامة؟
خاصة، ألا تقرأ محدودة. طاب يومك يا سيدة والعطف. ويومك ويوم آنسة أسماء، ويوم هذا. يكثر واو العطف في كلامها. هذا تلميذ القواعد، وهو يريد أن يعرف قانون العطف وقواعده في مدينتنا. تعال اجلس. وانظر وتعلم ماذا أفعل. أشرك المعطوفات مع المعطوفات عليها في كل شيء، يصبحان كأنهما شيء واحد. أصغي وانظر وتعلم. جاء محمد سأعطف على محمد. محمد معطوف عليه. أنا أداة العطف. بي وبقية حروف العطف الأخرى. ماذا أختار ليكونا في نسق واحد؟ محمد أعطف عليه زيدا. زيد. زيد. محمد زيد. جاء محمد وزيد. نسقت وعطفت. مبارك. وهذه اختر واعطف ونسق. الأسد. نمرا والأسد كلام غير منسق. نمرا نكرة، أسد نكرة. أسد. أي أسد؟ لدينا 3 أنواع من الأسود في القواعد. 3. لدينا أسد، أسدا، أسد. اختر أسدا من بين هذه الأسود. رأيت نمرا. رأيت نمرا. نمرا وأسدا. المعطوف نكرة. المعطوف عليه نكرة. المعطوف منصوب. المعطوف عليه منصوب. رأيت نمرا وأسدا. قف على آخر الكلام. أقف على آخر الكلام؟ كيف؟ يعني سكن. لا تقل أسدا. ولكن الجواب صحيح. رأيت نمرا وأسدا. هذا هو الكلام. الوقوف على الألف لا على التنوين. يا سيد وقف، نطق الجملة غير كاملة. ليس المفروض أن يقف على أسد، بل على شجرة، لأن الوقف على الصوت الأخير في الجملة. أليس كذلك؟ ينطق وأسمع وأحكم. رأيت نمرا وأسدا يتسلقان شجرة. شجرة يتسلقان
شجرة. الحمد لله، ذهب السيد وقف. خشيت أن ينزل على رأسي آلة الوقف. يا تلميذ القواعد، السيد وقف موجود في درج الكلام، يراقب الوقف بدقة وإحكام. حين تقف على متحرك سيظهر لك صارخا. قف. عرفت؟ واو العطف تشرك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم والإعراب. قل نجحت في دروس الجغرافيا والعلوم والرياضة والتاريخ واللغة. ولا تقل نجحت في دروس الجغرافيا العلوم الرياضة التاريخ واللغة، لأن الأسماء المشار إليها مجموعة كلها بالواوات. وتقول 1 2 3 4 تعدد لا تريد الجمع. وإن قلت 1 و2 و3 و4 جماع. هذه الأداة فاء العطف، وهذا الحرف ثم العطف، وهناك حتى، وهنالك أم وأو. يا سيدة واو العطف، أدوات العطف هذه تعمل مثلك، كلهن يشركن المعطوف مع المعطوف عليه. فلماذا لا نكتفي بالسيدة واو العطف فقط؟ لأن لكل منها وظيفة لا توجد في غيرها. هذه الأدوات جميعها من فصيلة واحدة، هي فصيلة العطف، ثم فاء العطف، وهذا الحرف ثم العطف، وهناك حتى، وهنالك أم وأو. يا سيدة واو العطف، أدوات العطف هذه تعمل مثلك، كلهن يشركن المعطوف مع المعطوف عليه. فلماذا لا نكتفي بالسيدة واو العطف فقط؟ لأن لكل منها وظيفة لا توجد في غيرها. هذه الأدوات جميعها من فصيلة واحدة، هي فصيلة العطف، ثم كل واحدة ولها خصوصيتها. يعني مثلنا معشر الإنس ننتمي إلى جنس واحد وهو جنس الأحياء، ثم ننفصل عنها بالنطق. الإنسان حيوان ناطق، جنس واحد ثم فصل، وهكذا حتى يتم بناء الكون في نسق لا يعدله نسق. أنت في عطف النسق. أجل يا معلم، في عطف النسق مع سيدة واو العطف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلم معي. أدوات العطف أيضا في قسم التشريك الإعرابي. لكن التقيت بهذا الحرف من قبل. أين يا شرطي القواعد، لنبدأ بتوضيح العطف.
سأستعمل واو العطف. يا شرطي القواعد، نادي الصغيرة والكبيرة. لتأتي الصغيرة والكبيرة. جاءت الكبيرة أولا ثم جاءت بعدها الصغيرة. ادخلا. جاءت الصغيرة أولا ثم جاءت بعدها الكبيرة. ادخلا. جاءت الصغيرة مصاحبة للكبيرة. ما يعني لك هذا؟ يعني إذا عطفت بواو العطف احتمل كون المعطوف جاء بعد المعطوف عليه أو قبل أو مصاحبا له. قال الراوي قال اليزيدي: رأيت الخليل بن أحمد فوجدته قاعدا على طنفسه. لما هذا التضييق؟ أجلس هنا. هلما. لا يضيق سم الخياط على متحابين، ولا تسع الدنيا متباغضين. ثم دفع إلي ورقة فيها رجز عن التعاطف والجوار ما سمعت مثله قط. إن أخاك الصدق من لا يخدعك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت شمل